أفكار وحيل لتنظيم وترتيب الدولاب وتطبيق الهدوم بطريقة صحيحة، بحيث ان هي ولا تتفك ولا تتكعبل ولا تبقى الدولاب بشكله مش منظم. بصوا حتى المنظمات رصاهم تمام مية مية. حتى الجاكيت، بصوا الجاكيت طبقته بطريقة عبقرية ازاي، بقت شبه كأنه مخدة، يعني حتة مربعة، لا باينة كمام ولا باينة حاجة، يعني لو رصيتيه عمره ما يتقلب ايا كان في المنظم، او لو في الدولاب في قرفه في الدولاب برضه هيكون منظم وجميل. هنا برضو الشرابات طبقتها بطريقة عبقرية برضو. فانا عجبني الفيديو، قلت ايه اوريه لاحبابي ياخدوا منه برضو شوية معلومات وشوية طريقة تطبيق الغسيل بالطريقة المنمقة اللي هي بتعملها دي. هو انا كان ممكن انا اطبق واوريكم انا، لكن انا ما حبيتش ان انا اخد الفيديو واقلده. قلت اوريكم الست دي طبقت بطريقة جميلة تشوفوا. وما تنسوش تشجعوها باللايك وتحطوا لنا اللايك بحيث ترفعوا الفيديو بيه. وبكده لكم حياة سعيدة، واللي مش مشترك يشترك، وما تنسيش اللايك تشجيعا للقناة يا قلبي. بحبكم بحبكم في الله. باي باي يا حبايبي. كمان اوعي تمشي من غير ما تشتركي في القناة. يلا اشتركي في القناة عشان تبقي واحدة من أسرتي. أنا نجوى حبيبتك، انتي قلبي وانا نجوى حبيبتك. يلا باي يا قلبي.